هي الحمد لله يعني مؤخرا في في ردة فعل كويسة على اليمين، ولكن لما تجي حادثة مثل هذه الحادثة والله من الواحد يخزى ويوطى راسه الارض. تستحي لما تجي لك حادثة زي كذا. في المجمل احنا لازم ما نصدي للموضوع هذا، مش السلطات السعودية ولا السلطات الخليجية، لا احنا اللي نصدي. اذا شفنا حد هي تبدا بتعليق، تبدا بتيك توك بضحكه، واحده ترق توصل لما توصل المحل راحوا يعني يشتهروا. هذا الرجال يصور. فبالتالي مهم جدا يا شباب انه نحن نركز على مثل يعني هذه السلوكيات، حتى اذا جاءت من واقع زحمه، او من مواقع زحمه الخط، من واقع مزحه، لا احيانا نوقف لها. اليوم مزحه وبكره تصبح حقيقه. اليوم الناس تشكر فيك. انا قلت لكم قبل اسبوعين بالضبط في تغريدتين لاثنين من النخب السعوديه، واحد محامي وواحد دكتور تقريبا، فيتكلموا يقولوا ليش المغترب اليمني نجح، ليش المغترب اليمني ما شاء الله، بيتكلموا كلهم المغترب اليمني في كل مكان تلاقيه ناجح. فالناس دخلت ترد وتقول اليمني وتوصف اليمني. السعوديين اقسم بالله العظيم انهم يشهدوا فينا شهاده لا يعلمها الا ارحم الراحمين. واحنا نجي واحد يتدخل له بالسياسه، واحد يتدخل له تمام، واحد متكتك، واحد لا. اليوم لازم نقدم صوره، يعني ننقل صوره مميزه لمن احنا الان في وضع حرب. بلادنا في وضع حرب من 8 سنوات، والبلد تتكئ على حوالة المغتربين. انا اول واحد وغيري آلاف، نقول ملايين مش آلاف. فهذا يعني اتمنى ان الجميع يستشعر المسؤوليه، مسؤوليه تحسين السمعه. هي الحمد لله يعني مؤخرا في رده فعل كويسه على اليمين، ولكن لما تجي حادثه مثل هذه الحادثه والله من الواحد يخزى ويوطى راسه الارض. تستحي لما تجي لك حادثه زي كذا، تستحي. ولكن احنا مطالبين انه كل واحد كل ما حدثت مثل هذه الحوادث احنا اول من ندينه، مش ندخل نقول لا. حتى لو جاء واحد وعمم وقال اليمنيين ولا لا، خليه يتكلم. احيانا نحسن الرد، لان يقولوا الحسنه تعم، او السيئه تخص. الحسنه تخص والسيئه تعم. بيقول لك اليمنيين بشكل عام، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا بيقول لك الشعب اليمني بكله. اليوم احنا نتكلم عن اليمنيين في داخل السعوديه، اقسم بالله نماذج، والله نماذج ونفتخر بهم، سواء من اصغر عامل الى اكبر كبير اشتغل في المؤسسات. صور يعني مشرفه. اليمني تروح باي مكان يعني ما تخاف عليه. وتجي مثل هذه التصرفات. احنا المشكله الكارثه الكبيره انه الناس يعني تقدر تقول ايش، يا عاد احنا دخلنا السوشيال ميديا وقد بدأنا نشوف هذه النماذج في تيك توك، خاصة في تيك توك. هذه يعني الوساخات والسفالات كلها تصدير السوشيال ميديا. اليوم انت محاسب. اليوم السوشيال ميديا اي خطأ تعمله، خطأ بسيط تعمله، ينتشر زي الهشيم بداخل السوشيال ميديا. فبالتالي تشوفوا حد في التعليقات، والله في التعليقات اقسم بالله، حتى في التعليقات تحاسب، حتى في تعليقاتك بتحاسب. اذا واحد بس طبز بك، الان في حسابات مخصصه، حسابات رصد. ركز على عائلتك، ركز على شغلك، ركز على مستقبلك، فكر كيف ممكن تغير. اليوم التسهيلات بدأت في دول الخليج، يعني تسهيلات كثيره. اتكلم عن قطر، تسهيلات الاستثمار 100% لليمني او للاجنبي، واليمني سمح له. فمش بتبدا الامور تتحسن وحنشتغل ضد الجنسيه حقنا اكس في كل مكان. امس دخلت عند واحد ادور على تاشيره، اليمني كله نو. السمعه. ولذلك احنا ملزمين ان نشتغل. ما نقولش الناس نقول الناس عنصريين، السعوديه، الخليج، قطر، لا الكلام هذا مش صحيح. اليوم انت اللي تثبت نفسك، وانت اللي تقدم رسالتك في المجتمع، وتقدم رسالتك وتقدم وجه اليمني في الخارج. ما ينفعش كل حاجه نقول لا والله احنا مظالم، حندعي المظلوميه الشعب اليمني ونفتح المآتم. لا احنا اللي مطالبين يعني نخلي الناس يعني تجبر الناس انها تبحث عن العماله اليمنيه.
بلادنا بنعودها بيوم من الايام، ما حدش بيتركها. اللي بيقول لي لا وانت جالس تفكر بالخارج يا اخي، وانت يا اخي بلادنا لا، والامور ان شاء الله تزين. يعني انا اعتقد نص المغتربين بيرجعوا، لكن الوضع الحالي ما يسمحش. ولذلك احنا يعني ملزمين بتحسين هذه السمعه. مثل ما قلت، وانا ارجع اكرر موضوع البث كله تحسين السمعه. كل ما في خطا ولا كارثه مثل هذه الكوارث اللي تحدث على التويتر، احنا اول من ندينها، واحنا ملزمين حتى نحن نعتذر باسم اليمنيين. عادي يا اخي، ما فيهاش حاجه. السعوديه تصرف مليارات الريالات عشان السياحه، وصاحبنا طلع تعلق البلسه. ما هوش صحيح، ما هوش صحيح. لا هو ولا اللي جنبه ولا جنب اللي جنبه ولا جنب اللي جنبه، ما فيش عقول. طبعا اتكلم عن الالتزام بالقوانين. انا اول واحد يمكن مخالف طبعا باستخدام التليفون، بس ما فيش باليد 500 ريال. انا ما انصحش بالتليفون، بس انا قلت استغل الوقت من خروجي للمكتب. انا اكمل شغلي في مكتب ورايح اشتغل في مكان ثاني. اليوم احنا ملزمين مثل ما قلت، كل واحد عليه دور، كل واحد لنا عليه دور. في بالتعليقات، في مزاح، قال له مدري العشعوش حقي صاحبي، قال له الطليق، قال له مدري ما، هذا الكلام كله انسوه، مش على السوشيال ميديا. اليوم بتحاسب على اقرب كلمه. والمشكله انك مش حتروح لوحدك بهذا الكلام، لا، حتعم. يعني انا وصل الموضوع، وانا قراته في تويتر، وصلني من واحد من الجروبات، وصلني من واحد من صديق خليجي، ورسل لي يقول لي شوف. فالموضوع ما عادش موضوع الاخوه اللي كانوا في الفيديو، لا، بيعم الجميع. يعني بيعم الجميع، مش بمبدأ إدانة أو تهمة، لا. أنا أقول كمجتمع، كسلوك مجتمعي. فلذلك احنا ملزمين ان احنا يا شباب في كل الأوقات دائما نوقف ونتصدي. قلت لكم هي تبدأ من التعليقات. قل التعليق مدري، أي واحد بدي يا أخي شيله، يا أخي أي واحد بيتكلم لك بالسفاهة تمام، شيله. انا مش في الرياضه والله، انا عفوا اللي طلب مني توقع في الرياضه اليوم مش في الرياضه. انا اتكلم اليوم عن وطن، والله اتكلم عن مسؤوليه مهمه جدا. معلش انا اعتذر منك يا صديقي، ولكن الموضوع حساس جدا، موضوع مهم. يعني ان شاء الله ان الجميع ينتبه لهذا الموضوع. ان شاء الله الشباب ياخذوا عبره من اللي حدث، وحوادث مشابهه كثير. يعني قرات في التعليقات، رجعت اقرا في التعليقات اليوم، شاب بيقول لك احنا يعني اكثر من حاله صارت بين المغتربين. لا، اعملوا لنا رصد، شوفوا اي واحد يعمل كذا وتعالوا خلوا احنا نمسكوا احنا، بدل ما تمسكوا السلطات، خلوا احنا ننبهوا احنا. اي حد عنده القدره، مشاهير السوشيال ميديا يساعد. اليوم معنا شباب عندهم حسابات قويه ممكن يساعدوا، بس بدون ما نشهر بصاحبنا. اول شيء احنا ننظم صاحبنا، احنا ننصحه قبل ما يوقع في المطب وتم القبض. والصوره هذيك وين بيروحوا من اهلهم واسرهم؟ اقسم بالله على ايش؟ على ايش؟ ما فيش حاجه. يعني قد الواحد لو امتسك بحاجه، قد واحد تسوى، قد يقول قد عملته. لكن على وليد والله انه فضيحه، اقسم بالله فضيحه. اليوم اليمني من افضل الكفاءات المطلوبه في الخليج، ولكن بسبب يعني خلال السنوات الاخيره تقريبا من سنوات الحرب، يعني صارت تقدروا تقولوا حمله ممنهجه لتشويه العماله اليمنيه. اي حاجه يطلعوها قول اليمني وبداوا يطلعوه. فهمتم كيف؟ احنا ملزمين نحن نوقف ونتصدي، وملزمين نحن ان الشخص نقول للشخص انت غلطان. وحتى لو طلع في التويتر ما تزعلوش، خلاص طلعوا. احنا شو بنعمل؟ يمني خلاص، شو بنعمل؟ هذا واقع. وفي غيرنا وفي جنسيات غيرنا تغلط، ولكن انه مؤخرا صار الكلام كثير باتجاه اليمنيين. هل هو الجيرو؟ هل هو المطحون؟ والله ما عدرينا كيف.